بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الفل ومساء الجمال عليكم ومساء التفاؤل والإيجابية والنشاط والحيوية. النهارده هنتكلم عن موضوع مهم جدا ومثير جدا، وهيبقى يعني مشكلة عند بعض الناس، وفي ناس ممكن تتقبل وفي ناس مش ممكن تتقبل، ولكن أنا بتكلم من تجربة شخصية. مفيش حاجة اسمها مرض مناعي مزمن، كله أكذوبة. ده من خلال تجربتي الشخصية. اللي سموه مزمن مش المرض، ده اسلوب الحياه الغلط، الاكل الغير صحي، الاكل المصنع، قله النوم، الضغط النفسي، فقدان الايمان بالله سبحانه وتعالى، ثم بالنفس، ثم بالجسد. الجسد مش ضدك، معاك وبيحبك. المناعه مش عدوك، هي بتحارب لانها فقدت التوازن، ولما ترجع لها ترجع لك الحياه كويسه ان شاء الله. انا كنت هناك وجع وتعب وتحاليل وادويه، ولكن لما فهمت ان القوة جوايا بفضل الله سبحانه وتعالى، مش في الحقنة ولا في الأدوية، بدأت أشفى فعلا بفضل الله سبحانه وتعالى. الحمد لله يعني، وده كرم ربنا سبحانه وتعالى، كله بفضل الله وبتوفيق من عند ربنا، مش شطارة منه، مش معجزة، دي فطرة. جسمك مخلوق ليشفى. سبحان الله، جسمك ربنا خلقه في احسن تكوين، هو بيصلح نفسه بنفسه، يعني في شفاء ذاتي رباني، في التهام ذاتي، سبحان الله يعني، مش يمرض. انا بعلنها حاليا: الشفاء قرار واختيار، والمرض فكرة قديمة لا تنهار. الشفاء مش بالدواء، زي ما قلت، الشفاء قرار واختيار واستمرار. اللي مزمن هو الخوف واليأس والعادات اللي بتضعف كل يوم، العادات السيئة اللي احنا ماشيين بيها للأسف الشديد. جسمك مش عدوك، جسمك بيصرخ، بيقول لك غيرني، ساعدني، وانا ارجع لك احسن من الاول. انا عشت الوجع يا جماعة والله العظيم، والتحاليل والألم والورم، ولكن مفيش يأس. قلت ان شاء الله بفضل الله سبحانه وتعالى ربنا يشفيني. لكن النهارده صحيت بفضل الله بدون وجع وبدون ألم وبدون ورم وبدون خوف، وكله بفضل الله سبحانه وتعالى، لأن بقى في روتين، والروتين هو اللي بيشكل واقعك وبيشكل حياتك. لازم يكون عندك روتين يومي، وعندك إصرار، وعندك قرار واختيار، وهيبقى في افتخار، وهيبقى في انتصار، لأن في التكرار. مهم جدا اللي انت تاخد قرار، لأن الشفاء قرار. فالحمد لله أنا قررت ان أنا أشفى بدون أدوية، والحمد لله في تحسن دائم، لأن دايما بكلم نفسي كلام إيجابي، وبسمع كلام إيجابي، وبعرف ناس إيجابيين. هو ده السر، اللي انت تفهم نفسك وتعرف نفسك، وتعرف ان ربنا سبحانه وتعالى هو الشافي والعافي، ولا الأدوية مع احترامي لهم، ولا الدكاترة، ولا حاجة. لا، ده رأيي الشخصي، ويا ريت تستوعبوا الكلام اللي انا بقوله، وكل كلامي تجربة شخصية. والحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى في تحسن، صحتي اتحسنت، ولا في ورم ولا وجع، بدون أدوية. كان عندي مرض الروماتيد، مرض مناعي مزمن، وانا قلت الكلام ده أكذوبة، مفيش حاجة اسمها مرض مناعي مزمن. ده يعني فكرة سلبية دمرونا بيها بعض الناس، لأنه دارسين وحافظين للأسف الشديد. في ناس يقول لك أنا عندي مرض كذا وربنا شفاه، فالشفاء من الله سبحانه وتعالى، لأن ربنا هو الشافي والعافي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا مرضت فهو يشفي.